ما أن تصل الأزمة بين حكومة العراق المركزية وإقليم كردستان إلى نهاية النفق المظلم حتى يخرج لنا البعض بتصريحات نارية تؤجج وتصعد الموقف بين بغداد وأربيل، فضلا عن بعض أعضاء التحالف الكردستاني يحاولون إعطاء الضوء الأخضر لدول مجاورة وإقليمية للتدخل بالشأن الداخلي، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا من جميع الأطراف. ندعو جميع الأطراف إلى العودة إلى طاولة الحوار ومناقشة هذه الأمور من أجل الخروج بحلول عملية لهذه الأزمة. بالتأكيد الإقليم لابد أن يلتزم بتوجيهات وتعليمات المركز، وهذا أمر مفرغ منه ومتفق عليه. أما بشأن تدويل الأزمة فالعراق دولة ذو سيادة، ولابد من الرجوع إلى طاولة الحوار بين الأطراف المتنازعة. أعتقد أن الأزمة بين بغداد وأربيل قد افتعلت من طرف واحد، خصوصا وأن ذلك الطرف لا يرغب بالخضوع إلى أي مبادرة أو مقترح يقدم، فضلا عن أنهم يحاولون تضخيم الأزمة ويروجون إلى تدويلها دوليا. لذا فعلى جميع المحافظات وأقليم كردستان على وجه الخصوص تطبيق الدستور والخضوع إلى تعليمات وتوجيهات الحكومة الاتحادية. محللون سياسيون رفضوا الحديث عن التهدئة والمبادرة والوساطة، مؤكدين ما معنى طرح مثل هذه المصطلحات في ظل وجود دستور ينظم عملية بناء الدولة، وفي حال وجود ضبابية على فقرات ومواد الدستور فإن المحكمة الاتحادية كفيلة في إزالة تلك الضبابية. التهدئة تخدم الأطراف اللي تحاول تسفه وتلغي الدستور، وإلا ما معنى التهدئة بوجود دستور؟ ما معنى المبادرة بوجود دستور؟ من يريد أن يحل مشاكل ليأتي ويحتكم للدستور، وأن حصل خلاف عليهم أن يعترفون بوجود محكمة اتحادية مهيئة دستوريا ومكلفة دستوريا بحل النزاعات في حالة الاختلاف على تفسير أي مادة من الدستور. عكس هذا كله هو عملية مماطلة وتسويف وترحيل مشاكل، وبالتالي تبدي أمور الأمر الواقع الجديد وأمور التمدد، وهذا الملاحظ بسياسة الإقليم. وفي ظل هذه التجاذبات والخلافات التي تشهدها الساحة السياسية فثمة مبادرات ومقترحات عدة قد طرحت لترطيب الأجواء بين جميع الكتل، وخصوصا بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وربما تقف في مقدمة هذه المقترحات الجلوس على طاولة واحدة ووضع الدستور الحكم والفيصل في حل النزاعات والمشكلات العالقة. من بغداد، أحمد الحسيني، قناة آفاق.